لو سمعت عن دوكر وعايز تعرف ايه دوكر وليه تستخدمه فده كراش كورس في دقيقة. لو عندك بروجكت سوفت وير وعايزه يشتغل على اي جهاز مختلف وكل جهاز عليه سوفت وير مختلف، ممكن تستخدم جهاز تاني فعليا ولكن ده مكلف وغير عملي، او تستخدم فيرتشوال ماشين او ديل بوت، بس ده بياخد مساحة كبيرة جدا. الحل هو دوكر. دوكر بيستخدم حاجة اسمها دوكر فايلز، وده زي وصف جاهز بتوصف بيه الكونتينرز، بنحدد فيها الاوبريتنج سيستم اللي هنستخدمه ونضيف البروجرامز او الملفات اللي هنحتاجها، وبعدين نحدد الامر اللي هيشتغل. لما اول حاجة بنعمل بيلد للكونتينر، بعدين بنشوف الدوكر ايمج. مميز ان الحجم بيكون اصغر من الفيرتشوال ماشين العاديه، لان دوكر بيشارك اجزاء من الاوبريتنج سيستم مع الكونتينرز بدل ما ينسخ نسخه نظام تشغيل بالكامل. دلوقتي بنشغل الكونتينر. الداش بي بنستخدمه عشان نفتح بورت في الكمبيوتر بتاعنا عشان نتفاعل مع الكونتينر. دوكر بيشغل نظام تشغيل كامل مع السوفت وير ستاك بتاعه، وكمان نقدر نشغل عليه اكتر من كونتينر في نفس الوقت بدون مشاكل. بالاضافه لو عندك مشروع كبير وعايز ترفعه على سيرفر بسهوله، دوكر بيساعدك تعمل ديبلويمنت بدون ما تقلق من اختلاف انظمه التشغيل او الديبندسيز. لو عجبك الشرح متنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد.